هذا هو الايفون 16 برو ماكس، واحد من افضل الاجهزه الفلاج شيب اللي موجوده حاليا بالسوق، بس بسعره الغالي اكو هواي ناس راح تتجنبه. ممكن هذا يكون الحل، لان هذا افضل جهاز ينطي قيمه مقابل سعر. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. ومباشرة الى الشغلة اللي تتفاخر بها شاومي اثناء تصنيع هذا الجهاز واثناء تسويقه، وهي الكاميرات اول ما تستخدمهن راح تشوف الابداع اللي صاير بهالجهاز بثلاث عدسات جايتك من المانيا لهنا، اكيد بالتعاون ويا شركه لايكا الالمانيه، الشركه اللي اخذت الهويه الخاصه بها على مدى قرون وخلتها بهذا الجهاز. باي ذا واي، على مود نحكم الجهاز عدل، تطوير العدسات حتى تجربه الاستوديو الداخلي راح تكون من لايكا، بس مو معناها انه ماكو شيء ما يتدخل غير لايكا، فتلقى سنسر من سوني داخل الكاميرا. العدسه الاساسيه تجيك وايد 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.7 واكيد بمثبت بصري، اما الثانيه تجيك 50 ميجا بكسل وفتحه عدسه 1.9 بتقريب بصري حقيقي يوصل 2x، وهاي هي التليفوتو. اما الثالثه اللي هي الالترا وايد واللي راح تكون 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2. نتائج الصور اللي ما حد متوقع هيك قدره جهاز بهيك ميزانيه يقدر يطلع لك صور ينافس بها اجهزه الفلاج شيب، واصلا مرحله من دمج الصور ويا هويه الشركه. اكيد انا دا اقصد الكلر جريدنج اللي صاير على هذا الجهاز اللي هو شاومي 14، على مود تنطيك جهاز مميز ما يكون عليه اي غبار ابدا بالتصوير. الشاطر بالتصوير مو اللي عنده هوايه كاميرات وعدسات بالاف الدولارات، شاطر بالتصوير هو اللي يعرف يوظف الادوات على مود يطلع تصويره حلو. عباره كلش تعجبني اللي هي شنو الفائده تشتري قلم وما تعرف تكتب؟ قيمه لما تعرف توظف هذني ادوات التصوير وظروف العمل، واكيد اهمها ظروف الاضاءه. كل ما كانت عندك هويه بالعمل وكل ما كانت عندك احترافيه بالتصوير. طبعا لا ننسى ظروف الاضاءه الليليه او الاضاءه الاقل شده، اكيد تقدر تحصل على صور مميزه، بس للامانه اكو صور بيها الاضاءه كانت شويه منخفضه او الالوان تلقى بيها فاقعه بشكل كلش حاد، بس حتى من ناحيه البورتريت كانت ممتازه. يبقى لنا السيلفي. شوفوا، افضل كاميرا سيلفي موجوده بجهاز فلاج شيب كيلر بهذا السعر، والله يعني انا اشوفه عزل رهيب، دقه ممتازه. انتم بالنهايه شو تقولون على الكاميرات؟ هاي هي تجربة تصوير الفيديو، واختاريتها بالليل لان اضاءة الليل تكون اصعب شيء لما واحد يريد يطلع كواليتي. مثل ما تشوفون الجهاز راح يعطيكم 4K على 30 اطار بالثانية الواحدة. طبعا لما احكي لكم سالفة الفيديو وهاي الامكانيات اللي موجودة به، فالربط مباشرة على امكانيات المعالج اللي هو الدايمنسيتي 8300 الترا، تردد 3.35 جيجا هرتز، دقة تصنيع 4 نانومتر. هذا المعالج اللي ينطيك اقوى معالج بالفئة المتوسطة العليا، لا مو شقة، بس هو لحد هسه ماخذ الاقوى ب 2024 من ناحيه المعالجات الفئه المتوسطه العليا. زين، تقنيا داخل النظام سلس سريع، ما بي اي مشكله، وهي تجربه كانت خاليه من المشاكل تماما. طبعا ما انكر ال 16 جيجا بايت واللي تجيك بنوع ال LP DDR5، بس انتبهوا DDR5 مو DDR4، والفرق بيناتهم كلش 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 كبير. من ضمنها اول شيء خدمات الجيل الخامس، استهلاك اقل للطاقه، توسيع نطاق التردد مع الذكاء الاصطناعي ومميزاته داخل النظام، واكيد سرعه النظام. هاي ثابتات من الدي دي ار 5. طبعا ما طول طبينا بالرام، خليني اقول لكم 256 عندك ذاكره غير قابله للتوسعه من نوع اليو اف اس 4.0. تجربه الالعاب اللي اغلبكم منتظريها، بطاقة الرسوميات او الجي بي يو هنا اللي هو المالي جي 615 واللي هو الام سي 6، والاداء بالالعاب يكون ممتاز جدا جدا، مثال الهيج فئة سعرية. طبعا مثال ذلك محبوبة الجماهير اللي هي الببجي، راح على الراحة بدون اي تعب تعطيك 90 فريم. وخلي بالكم الجهاز هسه نازل اوبتمايز اللي صاير بالتلفون مستحيل هسه يكون كامل، فلازم على الاقل تنتظرون اسبوعا لقدام بين ما تحديثات النظام تكون كاملة، بالنسبة طبعا لل 14 تي من شاومي. يعني بشكل عام تجربة الالعاب تصفح كانت سريعة سلسة، ما بيها اي مشكلة، لا بيها باجز لا بيها اغلاق نوافذ، حكم العتاد التقني من رام، ذاكرة، معالج رسوميات، هاي كلها منطيتك تجربة عظيمة للجهاز. لما انا استخدمته تقريبا 3 ساعات ل 4 ساعات ولعبت ببجي على الاكستريم اللي هو الريزوليوشن اللي يكون كلش هاي، طبعا مساعدة الاي اي، الشاشة كانت 144 هرتز، يعني كله ضغط داخلي على العتاد وعلى بطاقة الرسوميات. ورا ساعة ونص الى ساعتين الا طبعا حسب تجربتي اللي صارت تقريبا بشكل يومي، اكو توزيع للحرارة زين قبل هاي فترة اللي هي ساعة ونص او
ساعتين الا، بس وراها لما يصير اكو ضغط بريلود على بطاقه الرسوميات راح تبدي بطاقه الرسومات ما توزع الفريمات بشكل عادل. ليش؟ لان الحراره ازدادت. حكم الضغط بطاقه الرسوميات دا اضغطها بشكل كارثي، طبعا ويا العتاد التقني اللي موجود داخل الجهاز. بالاخير هي مو مشكله نظام تبريد كامل للجهاز، بس مشكله ضغط يصير على العتاد، فاكيد حراره ترتفع، اكيد عتاد يتأدى وبطاقه الرسوميات صار لها بريلود وتودع. الشاشه بالشاومي 14 تي، لما تشوف كل هاي المميزات اللي داخله لهذا الجهاز راح تقول الشاشه 100% راح يوقع عليها الفاس، بس للاسف لا. شاشه راح تجيك بنوع الاموليد، واللي هنا شاومي تسميها الكريستالز اموليد، واللي تجي بدقه 1.5 كي، اي 1.5 كي، وبنطاق لوني الاكثر من 68 بليون كولرز، واللي هو الوان. بحيث استعمالك ليش نوع شاشه 100% راح يعطيك اكتفاء لوني من ناحيه مشاهده المحتوى الى تعديل الصور، انهاء بتعديل الفيديوهات، واكيد بذكر مشاهده المحتوى او الاستمتاع بمشاهده المحتوى. عندك نظام ستيريو صوتي موجود داخل الجهاز بدعم من دولبي اتموس، واللي هو نظام صوتي ممتاز شفناه على هوايه اجهزه. عندك 144 هرتز تردد شاشه، وكثافه بيكسلز توصل 446 بي بي اي. طبعا حجم الشاشه اللي هو 6.67 انش، اللي باختصار راح يعطيك افضل تجربه لجهاز فلاج شيب على جهاز فئه متوسطه عليا. قبل لا انسى اخر موضوع للشاشه اللي هو سطوع الشاشه اللي يجي ب 4000 نتس او شمعه. فالشاشه بالعموم كانت كلش صحيحه، شاومي مشتغلتها 100%. اختصارا اخوان، شاومي ال 14 تي دا يعطيك تجربه شاشه جهاز فلاج شيب على ربع سعر هذا الجهاز الفلاج شيب. ايش قد كانت اجهزه الفلاج شيب هي اللي ماخذه كل تفصيله مهمه موجوده على الذكاء الاصطناعي، للعتاد الداخلي من المعالجه للكاميرات للبطاريه لتجربه المستخدم. طبعا عندك الجوجل جيميناي، هاي 100% راح تصير بالواجهه قدامك، واللي هو الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، وبنفس الوقت حيكون هو مساعدك الشخصي. طبعا الضغطه مطوله على زر الاطفاء بشكل مباشر راح يطلع لك. والعلم نظام جوجل جيميناي هو مطابق بشكل مخيف كلش للتشات جي بي تي 4. طبعا عندك سيركل تو سيرش وهم من جوجل، نفس اللي نشوفه بالاس 24 والجوجل بيكسل وغيرها من الاجهزه الرائده. شوف هنا الاي اي متوسع بشكل مخيف، هوايه ميزات، بس انا بكل امانه راح احاول اختصر لك شنو اهم الميزات اللي موجوده بالجهاز. طبعا شاومي ضايفين لك الذكاء الاصطناعي مو بس هنا، حتى بالاعداد الداخلي للجهاز. فمن الاعدادات اول ما تطب على الديسبلاي راح تلقى خيار اسمه الاي اي ايمج انجن، واللي عندك 3 خيارات هذين كلها مدعومه بواسطه الذكاء الاصطناعي. من ضمنها اكيد اول شيء اللي هو السوبر ريزوليوشن، واللي حيوفر لك اب سكيل عالي كلش لدقه الفيديوهات. عندك الاتش دي ار انهانسمنت وغيرها مثل ما تسميها شاومي الاي اي انهانسمنت انجن. والامانه ما نريد نبتعد عن الذكاء الاصطناعي هوايه، نقدر مباشره نروح للاستوديو، واللي راح يوفر لك هوايه سوالف. طبعا بالتعاون ويا شاومي ولايكا، واللي يوفروا لك ادوات مناسبه داخل تعديل الصور، واللي بيها هواي سوالف. بس خلينا نبدي بالاي اي اكسبنشن، واللي بيها راح اسوي كروب او قص للصوره بشكل عام. وراها راح يبقى مكان فارغ، وهذا المكان الفارغ بمساعده الذكاء الاصطناعي راح يملي لك اياه بالكامل. او اكيد عندك الريموف اوبجكت اللي داخل موضوع استوديو شاومي باختصار، اللي هو اي عنصر انت تشوفه ما مرغوب بالصوره بس اختاره، ومباشره الذكاء الاصطناعي راح يمحيه من الوجود وكانما لم يكن شيء. اصدقائي والله مو بس حكي، اذا تريدون نسوي فيديو منفصل عن الذكاء الاصطناعي اللي موجود بال 14 تي فمن عيوني. انتم طلبوا بالتعليقات قولوا شنو الرايدي وتم. بطارية هنا تجيكم 5000 ملي امبير، وهي شاحن سريع اكيد بقدرة 67 واط. اوروبا وامريكا حسب اللي شفته بالاطلاق ما يجي وياها اي شاحنة، بينما نسخة العراق نسخة الشرق الاوسط بالمجمل اعتقد بالمجمل يجي وياها شاحنة. تقريبا يوم كامل يمشيك على الراحة، وتحديدا من 22 ل 19 ساعة. بس خلوا ببالكم انا مسوي على 144 هرتز. فاخوان انا دا احكيكم هيك لان انا متاكد ظروف استخدامك للجهاز هي اللي راح تحكم بشكل خاص استهلاك البطارية. نجي من ناحية التصميم اكيد وجودة التصنيع. اللون اللي وصلني هو التايتن بلو، وخلي بالكم شاومي متعمدة تسميه تايتن بلو، لان لما تشوفون الجهاز راح تحسون انه خامة التصنيع هو تيتانيوم، لكن الجهاز بالاخير هو بلاستيك قوي. بس انت بالمجمل لو تلاحظ جودة ولمسات التصنيع ب100% ما عليه اي غبار. شوفوا اول شيء مباشرة اللمسات الخاصة بشاومي على سلسلة التي، مباشرة روحوا لي شوفوا لي زر الاطفاء، لو تشوفه او تتلمسه تحس بيه مثل الحزوز او مشير، بحيث اول ما تلزمه مباشرة تحس بيه. بعيدا عن الاطار المربعي واللي هو جمع لك بيه كل عدسات لايكا، شيء محترم رهيب. ما يبين لك الهاتف فئة متوسطة عليا ابدا، يحسسك انه الجهاز فئة رائدة. شوف عندكم مواصفات ثانية لازم نذكرها بس بشكل شوية سريع.
انا مود لا نطول عليكم الفيديو. مثل معيار المقاومه اللي هو الاي بي 68 للماء والغبار، واللي هو يكون مقاوم بس خلي ببالك مو ضد المي. وطبعا عندك الاي اي سنسر اللي موجود على اعلى الجهاز، واللي بتوجيه منه راح يتحكم لك بكل الاجهزه المنزليه. وبكل امانه وصراحه ما واجهتني اي مشكله بخصوص الاتصال. حتى بالواي فاي كونكشن، شريحه الاتصال اللي هي راح تجيك هنا الواي فاي ال 82.11 اللي هو اكيد ال 6 اي، ممتازه كلش، كافيه الى ابعد درجه بالعراق، حتى تدعم لك اكيد خدمات الجيل الخامس. وهي كانت مواصفات ثانيه اعذرونا لان ذكرناهم بسرعه، بس بكل امانه ما اريد الفيديو يطول عليكم. اخوان ال 14 تي من شاومي راح يجي بنسختين داخل العراق، نسخه ال 256 جيجا بايت واللي هي تكون ذاكره عشوائيه، والرام والفي رام اللي راح يكون 16 جيجا بايت، وهذا راح يجي بسعر 560,000. والنسخه الثانيه اللي راح تكون 512 جيجا بايت ورام وفي رام راح يوصل 24 جيجا بايت 12 ب 12، واللي يكون سعرها 616,000 دينار عراقي. اقعد شوف السوق، احسب فلوسك، وشوف الجهاز يستاهل لو لا. بكل امانه رايي الشخصي اقول يستاهل. اخوان اتمنى عجبكم الفيديو، ودمتم بعنايه الله ورعايته، وان شاء الله نشوفكم بفيديو لاخر. كان وياكم أمير واثق. باي.